نهايات أليمة لضحايا أبرياء. مهما كنت محترف اتق الله، هي اثر ابني، هذا هو الاثر اللي ضايل السويطر هذا بحضنهن حضن لانه بقى جاهز فيه بده يتزوج. حاسس ببسمته، حاسس بكل شيء فيه. الله يرحم. تفاجأنا انه في السيارة كان عملية انقلاب او حادث صاير معهم نتيجة السرعة الزايدة. على 1:30 تقريبا رنوا علينا بلغونا. تفاجأت انه على يعني بتتصل والدته عليه مش ما حدا برد على التلفون. ذهبنا للمستشفى وجدته كان في متوفي. وبعد ما يعني ربنا عز وجل نحتسبه عند الله اول شيء، كانت الصدمة عنيفة لأنه تفاجأت أنه مع حادث سيارة وابني يكون من وراء استهتار اللي كان يسوق نتيجة السرعة الزايدة. لما دخلت كان عبارة عن كوم لحم قدامي، كنت أنا سهران وياه في البيت، نمت أجي عشان أصلي الصبح، صحيت قبل الصلاة لقيت ابني كوم لحم قدامي زي الحلم تتمنى تشوفه، إشي موجود في كل لحظة له ذكره معانا. على امل انه يرجع، ولكن احتسبه عند الله عز وجل. وانا يعني بتقطع من وراء السهتار اللي اعطاه السيارة. اشهد الله كل لحظة ما بيغيب عن بالي، اشهد الله انه هاي من يوم توفى لغايه اليوم ما غاب. القبر تبعه اللي بطلع عليه كل يوم مرار القلب، ولكن يعني اسال الله عز وجل بس انه يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه يا الله، هو كل المسلمين. موجه رساله لكل انسان يتقي الله عز وجل في الناس، اتقوا الله في هذا البلد. الحادث اللي بتعمله بتبكي امهات، بتبكي اباء. من شو كسبان انت في الاستهتار تبعك؟ ارواح ناس، ارواح بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله. بوجه رساله لكل انسان يتقي الله، لانه لا يوجد اكثر من تقوى الله عز وجل. ما بده كل انسان يكون رقيب عليه. السرعه الزايده خراب ودمار. مشوارك